قالوا زمان المال بيكشف الناس مش بيغيرهم، بس أنا كنت صغير وما صدقتش. دلوقتي وأنا قاعد فاضي مكسور بفكر، أنا اتغيرت ولا أنا كنت كده من الأول؟ كده كانت بداية زيد وهو بيكلم نفسه في ليلة بردها قارس وقلبه أقرص منه. بس نرجع لأول الحكاية. في بلدة بعيدة في طرف الصحراء كان في شاب اسمه زيد. زيد كان فتى بسيط، ملامحه فيها براءة لكن عينيه مليانة شوق لحياة تانية، لحياة مفيهاش فقر ولا هم. النديم ده كان راوي حكيم، وبعضهم بيقول إن هو ساحر، لكن أكتر الناس كانت بتحلف بحكمته. زيد فضل واقف يسمعه، وبعد ما خلص الراجل حكايته بص لزيد وقال له: تعالى هنا يا ولد، عينك بتحكي حكاية من غير ما تتكلم. قعده جنبه وطلع من جيبه خاتم غريب في حجر أزرق بيلمع كأنه السما محبوسة جواه، وقال له: ده مش خاتم عادي، ده بيحقق اللي تتمناه، بس